وانصح الست ان هي تاخد بالها من لو في رجالها. شمس في البيت ما كانش عملوا لا كده. لا شمس باينه مش هيخرج من البيت اصلا. انا موضوعي كبير بقى. انت يعني رايك ايه؟ انا هتكلم عن تجربه طب كلمينا شخصيه. عن تجربتك بقى. الراجل ممكن يكون مروح يلاقي مراته زي القمر وعامله له الشموع محضره له العشاء وشغاله له مزيكا، واول ما يدخل يقول لها عايز يتخانق، هو عايز يعمل اي موضوع، عايز يتخانق عشان يتكلم مع، يبعت مسج على الواتساب. لا ده هو لو الحاله دي اللي هو ما بيحبهاش ده بيموت خلاص فيها. او الحب وقع. انا جوزي كان بيموت فيا، هو حد من الوسط وبنحب بعض جدا جدا، بس بيخوني كل شويه اقفشه في حته. طب قولي لي بقى، هو ده اللي انا بقول لك عليه. كل شويه تقفشيه، كل شويه اقفشه. طب وليه راضيه بيه طالما بتقفشيه؟ دي لبنانيه ودي اوكرانيه ودي ليه؟ مغربيه. طب وايه اللي جبرك على كده انك تقفشيه وبتحبيه؟ طب اهو ده اللي بقول لك يا فوفا، ان هي بتعمل كل حاجه. الحب عمياء. بس خلاص بقى انفصلنا، بس احنا اصحاب واخوات لسه ما زلنا اصحاب واخوات. انت ابوكي مغربي مش كده اصلا؟ والله. انا اردنيه الجنسيه. انت ايه؟ اردنيه. اردنيه. الاصل اردنيه. كان اصلك اردني. اهلا، اجدع ناس الاردن. وانت كان عندك كام سنه يا شمس لما رقصتي؟ اول ما اشتغلت عملت صايع بحر. كان عندي 13 سنه لما عملت صايع بحر. وبعد كده؟ بعد كده اشتغلت، عملت قرب حبيبي مع تامر حسني. ايوه. وبعد كده عملت كباريه والمش مهندس حسن. اشتغلت بقى، دخلت الكارير، دخلت الوسط وعملت افلام كتيره جدا. اول حد قدمني للسينما عم احمد السبكي. طبعا تحيه كبيره لعم احمد السبكي. عيلة السبكيه كلها حبايبي، وتحيه كبيره جدا ليهم طبعا. حاج احمد طبعا.